من كرتون وقت المغامرة. الحلقة بتبدأ مع فين وهو بيسلم على جيك، لكن فجأة بيسمع صوت غريب. فين ساعتها بيستغرب وبيسأل جيك وبيقول له: إيه اللي بيحصل هنا يا جيك؟ جيك في الوقت ده بيظل ساكت ومش بيرد عليه. فين بيعيد سؤاله مرة تانية وبيقول له: إيه اللي بيحصل هنا يا جيك؟ فين بيقرب منه عشان يشوف إيه اللي حصل له وبيسأله مرة تانية: إيه اللي حصل يا جيك؟ جيك أول ما بيردش، لكنه فجأة بيلف وشه وبيبقى وشه مرحب جدا. فين ساعتها بيتصدم وبيقول له: أنت جيك. وفجأة بتظهر قطعة حلويات غريبة وبتقول له: مين هو جيك؟ فين في الوقت ده بيصرخ صرخة غريبة جدا، وفجأة بنلاقي ملك الجليد ظهر وبيسلم عليهم. وفجأة بيدخل البيت وبنتصدم إن هو رأس ملك الجليد وجسم أميرة العلكة. وفجأة بنلاقي ملك الجليد ظهر بشكل واقعي وبيبقى شكله مرحب جدا وبيقول لفين: مرحبا. فين ساعتها بيتصدم، وفجأة بنلاقي يد غريبة اتحطت على فين، وصوت غريب تاني بيقول: انزل لحقيقتك يا فين، انزل لمن انت حقك. فجأة بنلاقي الكاميرا جت عند المراية وأميرة العلكة قالت لفين: طائف. وفجأة وجه فين بيتحول لجثة ميتة. فين بكل تعب بيقول لها: توقفي، وبيغرب. فين بيقف عند الباب وبيخد نفسه بصعوبة من كتر الرعب. وفين بصوت كله تعب بيقول لهم: اتركوني، اذهبوا. وفجأة القطعة الحلوة بتقوله: لا تتركنا يا فين. وكلهم في صوت واحد بيقولوا: لا تتركنا، انت لست بخير، انت لست بخير، لا تتركنا، لا تتركنا. وبيبقى شكلهم مرعب جدا في اللقطة دي. فين بيخاف أكتر وبيقول: اتركوني واشئني، وبينتحر. وبعد ما رمى نفسه بيسمع صوت همسات غريبة وكلام مش مفهوم، والشاشة فجأة بتطفي فيه وبتفتح مرة تانية على فين وهو نايم، وبيبقى فيه صوت نبضات قلب. وفجأة بنكتشف إنه في مستشفى. وفجأة صوت نبضات القلب اللي كنا بنسمعه في الأول بيصفر، وده معناه إن فين خلاص مات. وبكده تكون انتهت الحلقة المحذوفة من كرتون وقت المغامرة. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك وسلام. قصة المرأة التي دخلت النار بسبب قطة. كم من مرة نغفل عن تأثير أفعالنا الصغيرة؟ في هذه القصة نتعلم أن الله لا يغفر فقط للعبادات الكبرى، بل يهتم أيضا بأفعالنا اليومية الصغيرة. قصة المرأة التي دخلت النار بسبب قطة تذكرنا بأهمية الرحمة في تعاملنا مع الحيوانات. النص التفصيلي يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تعرف بأنها امرأة عابدة، لكنها كانت قاسية القلب تجاه الحيوانات. في يوم من الأيام، بينما كانت هذه المرأة في منزلها، رأت قطة جائعة تبحث عن طعام. لم تجد القطة ما تأكله، فبدأت تبحث في كل مكان، لكن المرأة كانت مشغولة بالعبادات ولم تهتم لها. مرت أيام، وفي النهاية قررت المرأة أن تحبس القطة في مكان ضيق دون أن تطعمها حتى ماتت القطة جوعا. بعد موتها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة، فقال له الله: إنها دخلت النار بسبب قسوتها على القطة، رغم أنها كانت تقوم بالكثير من الأعمال الصالحة. عبرة من القصة: لقد دخلت هذه المرأة النار بسبب إهمالها للرحمة بالحيوان رغم عباداتها العديدة. وفي المقابل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي بالرحمة بالحيوانات. في حديث آخر قال: في كل كبد رطبة أجر، يعني أن الرحمة بأي كائن حي سواء كان حيوانا أو إنسانا تعتبر من الأعمال العظيمة في نظر الله. الدروس المستفادة: الرحمة بالحيوانات أمر عظيم في الإسلام، واحتساب الأجر عند الله يكون حتى في الأعمال الصغيرة. لا يكفي أن نكون صالحين في عباداتنا فقط، بل يجب أن نكون صالحين في تعاملنا مع خلق الله. يجب أن نتذكر دائما أن الله لا يغفر فقط الأعمال الكبيرة، بل حتى الأفعال الصغيرة التي تنبع من القلب الطيب. تعلمنا هذه القصة أن الرحمة هي أساس من أسس تعاليم الإسلام، وأن الله لا يرحم إلا من يرحم. فلنكن دائما رحماء مع كل من حولنا، حتى الحيوانات، لأن الله يحاسبنا على كل تصرفاتنا. قصة صلاح الدين الأيوبي وفتح القدس. في تاريخنا الإسلامي
هناك شخصيات عظيمة تركت بصمة لا تنسى. صلاح الدين الأيوبي هو واحد من هؤلاء، الذي استطاع أن يعيد القدس إلى المسلمين بعد فترة طويلة من الاحتلال الصليبي. لكن قصته لا تقتصر على البسالة في الحرب، بل على مواقفه الإنسانية والإيمانية. النص التفصيلي: صلاح الدين الأيوبي، القائد المسلم الذي خاض العديد من المعارك، كان حلمه الأكبر هو تحرير القدس من الاحتلال الصليبي. بعد أن مر المسلمون بسنوات طويلة تحت حكم الصليبيين الذين فرضوا عليهم ضرائب ثقيلة واستباحوا المقدسات الإسلامية، قرر صلاح الدين أن يكون هو الرجل الذي يعيد القدس إلى الأمة الإسلامية. بدأ صلاح الدين حملة عسكرية واسعة لاستعادة القدس، وعرف بتكتيكه العسكري المتقن وحكمته في المعارك. كانت معركة حطين في عام 1187 ميلادي هي أبرز معركة في هذه الحملة، حيث استطاع صلاح الدين أن يحقق انتصارا كبيرا على جيش الصليبيين، مما أتاح له اقتحام القدس بعد ذلك. عندما وصل صلاح الدين إلى القدس، كانت المدينة مدمرة، وجنبه الجنود الصليبيون لم يرحموا أهل المدينة. ولكن صلاح الدين قرر أن يفتح المدينة بحكمة ورحمة. لم يقتل أو يذل الأسرى من الصليبيين، بل عفى عنهم وعاملهم معاملة حسنة، بل سمح للعديد منهم بالخروج بأمان. الدروس المستفادة: صلاح الدين الأيوبي لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان قائدا إنسانيا يعامل أعداءه بحكمة ورحمة. العدل هو أساس الحكمة في القيادة، فقد أدرك أن القدس لا تعود فقط بالقوة